والله العظيم قبل أن آتي إلى هذه الخطبة، إلى هذه المنابر، إلى منابر حمص العدية، إلى منابر حمص المسلمة، انتابتني موجة من المشاعر، فمرة تأخذني وتغصني العبرة والدمعة. هذا الحرمان الذي عشناه لعشرات السنوات أو ل14 سنة تامة، حرمنا أن ندعو أهلنا وإخواننا، حرمنا أن نعلم أهلنا وإخواننا التوحيد والسنة والطريق إلى الله. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أني من هذا البلد الطيب، أني من هذا البلد المبارك، أني من رجالات حمص التي قالت للأسد لا وألف لا، تأخذني العزة. أنني من هذا البلد الطيب، من بلد خالد بن الوليد الذي كانت له الصولات والجولات، الذي مرغ الكفر وأهله ومرغ ألوفهم بالتراب. حمص العدية التي عشت فيها أيام طفولتي وتعلمت فيها العلم الشرعي وأخذت عن علمائها وعشت بين ناسها. نعم، تأخذني العبرة أني حرمتها، لكن اللهم لك الحمد أننا عدنا فاتحين منتصرين. اللهم لك الحمد أن أعزنا وأذلهم. ومن كان يصدق تأخذني موجات من المشاعر المتضاربة، لكنني الآن بفضل من الله ورضوانه أقف بين أهلي وإخواني. حمص التي كان رجالها في مرحلة من المراحل بعد فضل الله عز وجل هم الثابتون الراسخون. ولولا رجال حمص، ولا أقول ولا أبخس حق رجالات سوريا كلها، لكن أقول أن رجال حمص في فترة من الفترات على جميع الأصعدة، على جميع الأصعدة في الجهاد في سبيل الله، طلاب علم سياسيين وقفوا وقفة رجل واحد في وجه الأسد. لولاه لما كنا الآن نذكر بالله. اللهم لك الحمد كما أنعمت، فتمم يا رب. ماذا بعد؟ ماذا بعد هذا الانتصار الرائع؟ ماذا بعد هذا الفتح العظيم الذي من الله عز وجل به علينا؟ الأحداث عميقة وكثيرة ومتسارعة ومتتالية. أقول أن الشام بإذن الله تعالى، وأقسم على ذلك وإني لست بحانث، ستغير مجرى التاريخ، بل ستغير المنطقة كلها. لكن الأمر يحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى جهد، يحتاج إلى الشباب، بأن نستنهض همة الشباب.